السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء من قناة كيك اند ستيك. هنعمل بقى شوية تفريزات كده على قدنا عشان رمضان. طبعا انتوا عارفين ربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في احسن حال، وربنا يزيدنا ما ينقصنا، اللهم امين يا رب. انتوا عارفين طبعا الحاجة غالية. مش عارفين والله نشتري مشتريات زي كل شهر، وحتى لو اشترينا مش هنعرف نشتري زي كل شهر. فربنا يرحمنا ويعدي الايام دي على خير ويوسع علينا جميعا يا رب، اللهم امين. معايا بقى هنا ايه؟ دي سمبوسة او سمبوكسة، مش عارفة زي ما بتقولوا عليها، بتقولوا عليها ايه. معايا هنا بقى زي ما انتوا شايفين، بدأت هي بتتباع كده في السوبر ماركت يعني عامة. بصوا سهلة، في ناس كتيرة قوي بتستصعبها، وفي ناس كتيرة بتقول لا صعبة ان احنا بنلفها. فزي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل سهل سهل. طبعا انا حشيتها جبنات، الحشو ده حاجة ترجع لكم، ممكن تحشوها. انا حشيتها يعني هحشيها معاكم جبنات، ميكس جبنات يعني، شيدر، رومي مبشور، موتزاريلا، وفي كمان كان عندي حبة لحمة كده مفرومين يعني، عسقتهم بالطريقة العادية خالص، بصلة، وما بتبدأ تصفر معايا بحط اللحمة وبحط عليها ملح وفلفل وشوية بهارات لحمة ورشة جوز الطيب. تمام كده زي ما انتوا شايفين بعملها على شكل قرطاس. واللي انا بدهنه دوت دي مية ودقيق عشان اقفل الطرف بتاعي. تمام كده الموضوع سهل وبسيط خالص يا جماعة. زي ما انتوا شايفين انا زي ما وريتكم كده ان انا بحطها على الصينية وبقفلها، او بحط يعني بمسكها كده بايدي زي القرطاس وببدأ اقفلها ايه عكس بعض. الحشوة دي بقى حاجة ترجع لكم بقى، ممكن تحشوها بسلة وجزر، ممكن تحشوها سبانخ، ممكن جبنة براميلي، يعني الحشوة دي حاجة ترجع لكم. ممكن سجق، ممكن هوت دوج، اي حاجة اي حاجة، فراخ، اي حاجة مش هتقول لا. دي ما شاء الله اللهم بارك، دي الكمية اللي طلعت معايا. زي ما قلت لكم انا بصراحة مش هفرز حاجات كتيرة. اولا الفريزر عندي صغير، ثانيا الحاجة غالية يا جماعة، مش عارف بجد يعني الرحمة حلوة. الرحمة حلوة، فربنا يوسع علينا جميعا يا رب من وسع، وما نحتاجش لأي حد في الدنيا. ربنا ما يحوجنا يا رب ولا يحوجكم، اللهم امين. فالموضوع لا الموضوع بقى صعب قوي، الاسعار صعبة يعني. حتى لو زي ما قلت لكم انا لو اشتريت مشتريات الشهر مش هتبقى زي الشهر اللي فات، مش هتبقى زي الشهر اللي قبله، لان الاسعار كل يوم بتزيد. فقولوا لي انتوا فرستوا ولا ما فرستوش؟ عملتوا ايه لرمضان؟ جبتوا خضار مثلا وفرستوه؟ فرستوا حاجات من دي؟ هعمل معاكم كمان شيش طاووق برضو. الموضوع التفريزات حلوة قوي بالذات في رمضان. طبعا الواحد بيبقى عايز يتفرغ للعبادة، مش عايز يضيع اي وقت، لان هو يعني شهر واحد بس بيجي مرة في السنة، فربنا يعودوا علينا كده وعليكم بالخير يا رب. السمبوسة انا جربتها معاكم في القلاية الهوائية، هسيب لكم في صندوق الوصف واول كومنت مثبت، ارجعوا شوفوه، وهسيب لكم تجارب القلاية كلها، ارجعوا شوفوها، عملت معاكم حاجات كتير. هنا بقى معايا دي وراك فراخ نص كيلو، وركين يعني عامة، قطعتهم بنفس الشكل مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. معايا بقى البهارات بتاعتها، ملح معلقة صغيرة، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكيا وبهارات فراخ وجوز الطيب. طبعا اي حاجة من البهارات اللي انا بقولها دي انتوا ما بتحبوهاش مع الفراخ ممكن تشيلوها وتحطوا حاجة تانية، يعني اللي انتوا حابينه. حطيت كمان معلقة صغيرة خل ومعلقة صغيرة زيت، ودي زبدية واحدة، ومعلقة كبيرة مايونيز، ومعلقة كبيرة كاتشب او صلصة. جربوا التتبيلة ديت للشيش طاووق تحفة. وكمان عصرة ليمونة او نص ليمونة، ومعلقة صغيرة عسل نحل او سكر، او ممكن تحطوا دبس رمان. ف يعني زي ما قلت لكم التتبيله ديت حاجه ترجع لكم يا جماعه. لو انتوا اللي انتوا حابينه حطوه، اللي انتوا مش حابينه ما تحطوهوش. تمام. لو انتوا هتستخدموه بقى في نفس اليوم سيبوه على الاقل في التتبيله ساعه ساعتين. طبعا عشان انا هفرز فحطيت على طول. تمام كده.
ده خضار بقى معايا، ده فلفل الوان وفلفل اخضر، ودي طماطم شيري او ممكن تقطعوا قطع طماطم، ممكن تقطعوا كمان قطع بصل. الخضار اللي انتوا برضو حابينه، احنا بصراحة ما بنحبش البصل فما قطعتوش، يعني اللي انتوا حابينه حطوه واللي انتوا مش حابينه ما تحطوش، الموضوع اسهل وبصراحة الحاجات دي بتتباع غالية قوي بره، فالموضوع مش ناقص يعني احنا اصلا في غلا. فالواحد على قد ما بيقدر ما بيلاقي حاجة بسعر كويس بنجيبها ونفرز، يعني بصراحة الحاجات دي في البيت احسن من الفلوس بكتير. يعني في وقت كمان انتوا يعني الموضوع مثلا جاي لكم ضيف فجأة، هو طبعا ما عادش حد بيعزم حد يا جماعة طبعا بهزر، رمضان جاي وبيحب اللمة، ربنا يديمها علينا يا رب ويخلي لكم كل الناس اللي انتوا بتحبوهم في حياتكم. قولوا لي بتعملوا ايه اول يوم رمضان؟ بتبقوا في بيتكم بتتعزموا عند حد؟ فقولوا لي كده بتعملوا ايه اول يوم رمضان، وبتطبخوا ايه؟ في ناس كتيره يعني هي اصلا بتبقى كل بلد وليها طبختها، او زي ما بيقولوا ايه كل شيخ وليه طريقه فقولوا لي كده في الكومنتات بتعملوا ايه اول يوم رمضان. ربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في احسن حال يا رب، اللهم امين، ويصلح حال البلد يا رب، ويوسع علينا وعليكم بوسع يا اللهم امين. بصوا ما شاء الله الكميه طلعت معايا محترمه يا جماعه، عشان تروحوا تاكلوا اكله شيش طاووق زي ديت بصراحه الموضوع بقى مكلف قوي. فلا يعني لو انتوا في ايديكم ان انتوا تفرزوا اي حاجه بقى اعملوا كده، الموضوع بيسهل عليكم طبعا، غير ان هو بيسهل عليكم هيوفر معاكم شويه. فبدأت كده احطه في الاطباق واغلفه بالاسترتش وبحطه في الفريزر، وقت ما بنعوز بقى بنطلع يعني هي بس مش تفريزات لرمضان، لا للايام العادية كمان. فربنا يوسع علينا يا رب اللهم امين. ده بقى صدور، دي صدور فراخ، ده نص كيلو برضو، قسمته كده على 4، ممكن تقطعوه على اكتر من كده لو انتوا عايزين ترققوه، زي ما قلت لكم لو انتوا حابين ترققوه عن كده يعني تقطعوه اكتر من كده براحتكم خالص. طبعا كوردون بلو برضو جربته معاكم في القلايه. قولوا لي فيديوهات القلايه بتعجبكم، عايزين نجرب ايه مع بعض ان شاء الله، في حاجات كتير هنجربها مع بعض. زي ما انتوا شايفين بقى هبدأ اتبل الفراخ بملح وفلفل، واحط كمان ايه كمان بابريكيا وبصل بودر، يعني ايه هنقول رشة كده من كل حاجة بحيث ان هي تبقى مطعمة اللحم، فاهميني؟ ما يبقاش اللحم طعمه مش هيعجبكم لو انتم ما حطيتوش يعني ما حطيتوش حاجه فيه بهارات، لا مش هيعجبكم خالص. بس بصراحه جربوه احلى من الجاهز كتير يا جماعه، والله الحاجات دي جميله قوي في البيت. طبعا انضف، انتوا عارفين عاملين ايه في بيتكم، عاملين ايه لاولادكم. زي ما انتوا شايفين كده بقى تبلته، وده معايا لانشون بيف ودي شيدر. طبعا الحشو ده حاجة ترجع لكم، في حشوات يعني في حشوات كتيرة للكوردون بلو، فدي حاجة بقى ترجع لكم والمتاح بالنسبة لكم يعني. بدأت ألفه كده رول، وجبت ورق الاسترتش ولفيته، بس لفيته جامد قوي، انا عايزاه يبقى ماسك نفسه تمام. لفوا جامد قوي على قد ما تقدروا، هعمله زي الفيونكة كده زي ما انتوا شايفين، الموضوع سهل خالص. طبعا ما شاء الله الواحدة من ديت بتأكل 2، فزي ما قلت لكم لو انتوا عايزين ترققوه اكتر دي حاجة ترجع لكم تمام كده. عملت ايه؟ عملت بقى طلعوا معايا 4 وهحطه في الفريزر ساعة عشان يجمد وياخد نفس الوضعية بتاعته ديت. جبت بقى هنا ايه معايا دقيق وبقسماط وبيض، حطيت عليه على الدقيق والبقسماط ملح وبصل بودر، وطبعا البيض حطيت عليه ملح بصل بودر برضو وفلفل اسود تمام. وكمان ده حاطه كمان مع البقسماط كريسبي تمام كده، كريسبي بيتباع من عند العطار، بيبقى شبه الكورن فليكس كده شويه بس متكسر، بيبقى حلو في الحاجات المقليات، بيدي شكل الجاهز بالظبط. زي ما قلت لكم انا جربت معاكم الكوردون بلو والسمبوسه في القلايه الهوائيه. بصراحه الكوردون بلو ارجعوا شوفوه في القلايه، يعني النتيجه كانت مرضيه بالنسبه لي
تمام كده. هفكه بقى زي ما انتوا شايفين، قعدته في الفريزر ساعة، انا عايزاه يتجمد عشان طبعا ما يفكش معايا. تمام كده. قولولي بقى في الكومنتات فرستوا ايه في رمضان، او فرستوا ايه عامة. يعني قولولي كده افكار واسعار الدنيا عندكم طبعا. بجد والله العظيم ربنا يرحمنا، بتفرق من بلد لبلد. يعني اما بنسأل حد تاني في بلد تانية يقولك لا انتوا مثلا عندكم غالي، لا احنا عندنا ارخص، لا فاهمين. في كل بلد بتفرق عن التانية. فمش عارفة ده بقى ده عيب فينا عشان احنا ساكتين، ولا عيب تجار. فلا بجد ربنا يعديها على خير ويرحمنا برحمته. زي ما انتوا شايفين كده بقى، بحط في الدقيق وارجع احط في البيض واقوم شايلاه حطاه في البقسماط والكريسبي، وبرجع احطه تاني في البيض عشان اعمل طبقة تانية. يعني انا هعمل 2 بنفس الشكل، يعني هعملهم طبقتين. يعني بحطه في البقسماط والكريسبي وارجع احطه في البيض. بصوا شبه الجاهز بالظبط والله يا جماعة. وكمان لما اتحمر جاهز بالظبط، واحلى احلى بكتير. يعني انا اكلته بره وحش والله، طعمه مش حلو خالص. لا بجد، يعني انا من ساعه ما انا عملته في البيت وانا ما بعملوش بره، ما باكلوش بره خالص. زي ما انتوا شايفين كده، بحطه في البقسماط وارجع احطه في البيت تاني، وارجع احطه في البقسماط تاني. عملت طبقتين فاهمني. هعمل 2 كده وهعمل 2، لا هحطهم مرة واحدة بس في البيض ومرة واحدة في البقسماط. يعني ايه، عملت يعني 2 و2. تمام كده. هي مش فارقة كتير على فكرة، يعني الموضوع ما فرقش يعني في الطعم ولا في القرمشة، لا. ده الشكل اسفه يا جماعه، ده الشكل بقى النهائي. معلش بقى رغيت معاكم كتير، بس يعني الواحد بيحب يرغي معاكم والله. انا طبيعتي اصلا مش رغايه، يعني كل اللي عارفني في الحقيقه انا ما بتكلمش كتير. فسبحان الله يعني ان انا باجي اسجل واتكلم معاكم رغم ان انا مش شايفاكم، بس لا الكلام طلع كده اوتوماتيك. فده حب. فربنا يديمكم في حياتي نعمة ويخلينا كده لبعض، ونبقى عيلة كبيرة كده ان شاء الله. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى خفيفة عليكم وقدرت افيدكم لو بحاجة بسيطة. متنسوش تحطوا اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.